السلام عليكم وعلى كل اللي بيشوفونا واهلا بيكم في مطبخ ساسي. ان شاء الله النهارده هنعمل البطاطس البوريه المنفوخه على الطريقه الهنديه. يلا نشوف الطريقه. معايا بطاطسايه كبيره مسلوقه، هنبشرها في المبشره او تهرسيها زي ما انت عايزه. هضيف عليهم كوبايه دقيق حوالي 150 جرام، عليهم 3 معالق كبار دقيق سميد اللي هو دقيق البسبوسه اللي هو السمولينا. اضيف ربع معلقه صغيره كمون، ربع معلقه صغيره بابريكا، او لو عايزه تحطي فلفل حامي حطي النسبه اللي تعجبك. هضيف عليها رشه شطه خفيفه كده، ربع معلقه صغيره كركم، ربع معلقه صغيره جرام مصالة. جرام مصالة دي من التوابل الهنديه، بجيبها من عند العطار. لو ما عندكيش ما لقيتيش استغني عنها مفيش مشكله، ممكن تضيفي زعتر، ضيفي التوابل اللي انتي تحبيها. هضيف عليهم معلقتين 2 كبار زيت، مش هضيف ملح بقى عشان انا اصلا كنت مملحه قوي البطاطس وانا بسلقها. لو احتاجت ملح هضيف لها. هضيف عليهم حوالي معلقتين كبار كزبره خضراء. معلش بشتغل بالشمال عشان بس اليمين متعوره. هزود لها ميه، ما تزوديش ميه كتير. من هنا كده وتنزلي فيها كده، تنزلي فيها. بعرفش اشتغل بالشمال للاسف. دوقيها لو محتاجه ملح زودي لها ملح. اهي شايفين العجينه عامله ازاي جامده اهي، ما بتلزقش في الايد. يا دوب كام بق ميه بس كده اهو. بصي اهي، هسيبها ترتاح لمده 20 دقيقه. هقسم العجينه على 8 كور قد بعض. هفرد البطاطس. معايا دي على فكرة رخامة انا عاملاها عند بتاع الرخام عشان افرد عليها. هضيف بس زيت قليل عشان افرد عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تبقى العجينة ناشفة معاكي تلاقيها تتفرد كويس معاكي، لكن لو طرية هتلاقيها تلزق وتتعبك وتيجي تشيليها متبقيش عارفة تشيليها. عايزة بس اقول حاجة، ممكن تفردي جزء كبير وبعد ما تفرديها تقومي بقطعة مثلا صغيرة وتقطعي تعملي الاحجام اللي انت عايزاه. الزيت سخن، هنزل الفطاير. نزليها في الزيت عشان خاطر تنفخ معاكي. نزلت واحدة كمان. يا بنتي تقيل بيهم. لا لا لا، طب خليكي. بس اشيلها خلاص. اهي
بتمنى انكم تشتركوا في القناة عن طريق الضغط على كلمة اشتراك اللي موجودة تحت اي فيديو. ولو عايزة فيديوهاتي توصلك اول باول يبقى لازم كل فيديو تعملي عليه لايك وتكتبي تعليق او تعملي مشاركة علشان دايما توصلك الفيديوهات نتيجة التفاعل على الفيديو. وان شاء الله المقادير هتلاقيها موجودة تحت الفيديو في صندوق الوصف. صندوق الوصف قدامنا على الشاشة موجود في الجنب مثلث. المثلث ده تضغطي عليه هيفتح لك صندوق الوصف. في صندوق الوصف هتلاقي رابط الموقع، موقع مطبخ ساسي. اضغطي عليه هيدخلك على الموقع، هتلاقي الوصفة مقاديرها مكتوبة والشرح كمان مكتوب بالصور خطوة خطوة. لو في وصفة عايزة تعرفيها بطريقتي وكنت أنا عملتها قبل كده، اطلعي فوق في اليوتيوب في مؤشر البحث اكتبي اسم الوصفة وجنبها مطبخ ساسي، واضغطي انتر هتظهر لك الوصفة لو أنا كنت عملتها قبل كده. بتمنى البطاطس تكون عجبتكم النهاردة، مستنية تعليقاتكم واعجاباتكم على الفيديو ان شاء الله، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة. كانت معكم ساسي من مطبخ ساسي مصر. باي باي.